الفيديو ده اخر فيديو في chapter 1 first order differential equation، ومعانا الطريقة السادسة طريقة البرنولي. البرنولي هو واللينير بيشتغلوا مع بعض. انا بيبقى بيجيلي مسألة برنولي برجعها اللينير وبحل مسألة لينير. طب اعرف منين ان المسألة دي برنولي؟ الفورم بتاعتها بتبقى شبه اللينير، y داش بلس p of x في y بتساوي الفرق بقى في اللي بره هنا، يبقى الكيو اكس مضروبة في واي بار ال n. كيو اكس مضروبة في واي بار ال n. طب انا برضو هتأكد ازاي ان دي برنولي؟ لازم ال n ده يكون not equal، مش بيساوي الزيرو او ال1. لو ال n بتساوي الزيرو او ال1 يبقى المسألة دي لينير وبحلها لينير على طول. بس لو ال n اللي طلع ده مش بيساوي الزيرو او ال1 يبقى دي مسألة برنولي، وهنشوف دلوقتي بنحلها ازاي. اول حاجة بعملها انا بحاول اشيل الواي باور ان دي، فعشان اشيلها هضرب في الانفرس بتاعها، فهضرب برا في واي باور نيجاتيف الان، او هقسم على واي باور ان. بعد كده لما اعمل الخطوه دي واضرب المساله كلها في كده، بعرف فاريبل برا بسميه زد. الزد ده بيساوي واي باور 1 ماينس الان. بعد بعمل كده بعمل ديريفاتيف للمساله دي، بعمل ديريفاتيف. فلما بعمل ديريفاتيف للزد بيساوي واي باور 1 ماينس ان، بعمل ديريفاتيف بالنسبه للاكس، هتبقى دي زد على الدي اكس بتساوي ديريفاتيف y باور 1 ماينس ال n بالنسبة للإكس، تبقى 1 ماينس ال n y باور 1 ماينس ال n كلها ماينس 1 في دي y على دي اكس. انا بعمل بالنسبة للإكس فدي y مش x، ففي الآخر بحط دي y على دي اكس. وبحاول ان انا في المسألة اشيل الوايات واحط الزدات اللي عندي. نبدأ معنا في اول مسألة. اول حاجة احنا فاكرين نحط الاول الفورم بتاعتنا قدامنا y داش بلس p of x في y تساوي q of x في y باور n. انا هبص هنا اول حاجة عشان الفورم دي تبقى شبه دي محتاج ان انا اشيل x، فهقسم على الاكس، فيبقى معايا dy على dx بعد ما قسمت على x بلس واحد على x y بتساوي واحد على x. طلع y باور 2 دي خليها فوق y باور نيجاتيف 2 بس، فبقى معايا موجودة في الشيب بتاع البرنولي، بحيث ان انا نيجاتيف 2 دي اللي هي ال n مش بتساوي 0 او ال 1، فدي برنولي. حلو. احنا قلنا اول حاجة بنعملها ايه؟ ان انا بحاول اشيل ده، فبضرب بالانفرس بتاع ده، يعني هضرب المسألة كلها في y باور 2. لما اضرب المسألة في y باور 2 هيبقى معايا هنا y باور 2 دي واي على دي اكس بلس 1 على اكس واي باور 2 في واي باور 3 بتساوي 1 على اكس واي باور 2 في واي باور نيجاتيف 2 ب1. انا بقى معايا الشكل ده. احنا قلنا لما بنوصل لكده بروح بعرف زد برا بتساوي واي باور 1 ماينس ال n، اللي هي هتبقى الزد ال n عندي اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 2، هتبقى الزد بتساوي y باور 1 ماينس نيجاتيف 2. فكده الزد معايا بتساوي y باور 3. بعمل ديريفاتيف بالنسبة للإكس، فبقى معايا دي زد على دي اكس بتساوي 3. بعمل ديريفاتيف y 3y باور 2 في دي واي على دي اكس، عشان انا بعمل بالنسبة للاكس معملش بالنسبة للواي، بكتب دي واي على دي اكس في الاخر. تمام. انا بقى هحاول اخلي دي اكس دي الكلام ده عايز اجيب قيمة دي واي على دي اكس، فدي واي على الدي اكس هتساوي
ان انا هقسم على 3y باور 2، هيبقى معايا 3y باور 2 واحد على 3y باور 2 سوري واحد على 3y باور 2 دي زد على دي اكس. انا رجعت بصيت هنا المسألة، هشيل بقى الوايات واحط مكانها زدات. يعني الواي باور 3 دي عندي قيمتها اهي واي باور 3 بتساوي الزد، والدي واي على الدي اكس عندي قيمتها بواحد على 3 واي باور 2 دي زد على دي اكس. هرجع احط القيم دي اللي هي دي اهي، ودول عندي في المسألة، فهيبقى معايا واي باور 2 دي واي على دي اكس بتساوي 1 على 3 واي باور 2 في الدي زد على الدي اكس بلس واحد على اكس واي باور 3 اللي هي زد بتساوي واحد على اكس. تمام. بعد ما وصلنا لهنا هشيل بسط المسألة الواي باور 2 تروح مع الواي باور 2، فبقى معايا 1 over 3 دي زد على دي اكس بلس واحد على اكس زد بيساوي واحد على اكس. لو بصينا هنا كده المسألة دي عندي لينير كده، انا خلاص رجعتها لللينير، مش الشيب شكل اللينير بيقولي y داش بلس البي اكس في y تساوي الكيو اكس، مش دي لينير اهو. الواي داش اللي هي دي زد على دي اكس بلس البي اكس في واي، البي اكس اللي هي واحد على اكس والبي اكس اللي هي واحد على اكس. عندي حاجة واحدة بس هي اللي مغيرة شكل المسألة، واحد على التلاتة، فهضرب في التلاتة، المسألة كلها هضربها في التلاتة، هيبقى معايا الدي زد سوري معايا الدي زد على الدي اكس زائد 3 على اكس زد بتساوي 3 على اكس. فدي معايا مسألة لينير. هحل اللينير عادي، احنا قلنا لما بنشوف معانا مسألة لينير اول حاجة بنروح نجيبها اللي هي الميو، بروح اجيب الميو كان بيساوي اي باور انتجريشن الفي اكس. الفي اكس عندي اللي هو 3 على اكس، انتجريشن 3 على اكس بالنسبة للدي اكس، فدي هتساوي الميو ايكوال انتجريشن واحد على اكس لين الاكس، فاي باور 3 لين الاكس. الثري دي هتطلع فوق باور الاكس اللي جوه اللين، واحنا قلنا الاي واللين بيشيلوا بعض، فهيبقى معايا ان الميو بيساوي اكس باور 3. بعد ما بجيب الميو بروح وبجيب الواي، بس انا هنا بقى عندي ما اسمهاش واي، اسمها الزد عشان انا بعمل بالنسبه للزد، فالزد عندي هتساوي واحد على الميو اللي هو واحد على اكس باور 3 في انتجريشن الميو اللي هو اكس باور 3 في كيو اكس عندي اللي هي بتساوي 3 على اكس مضروب في 3 على اكس دي اكس بلس السي. هعمل انتجريشن. اول حاجة الاكس دي هتروح مع اكس هنا، دي هتبقى ب2، يبقى معايا الزد بيساوي واحد على اكس باور 3 في انتجريشن 3 اكس باور 2 دي اكس بلس السي. هعمل انتجريشن لده، يبقى الزد عندي بيساوي واحد على اكس باور 3 في انتجريشن 3 اكس باور 2، يبقى معايا 3 اكس باور 3 على 3 بلس السي. هدخل واحد على اكس باور 3 دي جوه، فهيبقى معايا في الاخر ان الزد هتساوي اول حاجة 3 هتروح مع 3 ولما اضرب واحد على اكس باور 3 على هنا
فده هيروح مع ده، هيبقى لي واحد زائد واحد على اكس باور 3 بلس في السي بواحد على اكس باور 3 سي. اخر حاجة رجع لي الزد بواي. الزد فوق كانت بتساوي واي باور 3، فانا عندي ان الواي باور 3 بتساوي 1 بلس واحد على اكس باور 3 سي. ودي نكون خلصنا المسألة. نروح على المسألة التانية. بيقولي x باور 2 دي واي على دي x minus 2x y بيساوي 3y باور 4. أول حاجة عايز أشيل x باور 2 دي بحيث إن أنا أخليها شبه الفورم اللي هي دي x في y بتساوي qx في y باور n. حلو، فهقسم أول حاجة على x باور 2 يبقى معايا dy على dx ماينس 2x على 2x في y على x باور 2 يبقى معايا 2 على x في y. x هتروح مع x، سوري equal ايه، هي في هنا ماينس معلش. دي على دي x ماينس 2 على x في y بتساوي 3 على x باور 2 في y باور 4. دلوقتي انا عندي ال n هنا مش بتساوي 0 او 1، يبقى المسألة دي برنولي. فقلنا اول حاجة هنعملها ان احنا هنضرب في مقلوب الواي ده اللي هو y باور نيجاتيف 4 عشان نشيل الواي باور 4. هيبقى معايا واحد على y باور 4 دي واي على دي اكس ماينس 2 على اكس في واي باور نيجاتيف 4 هضربها في الواي يبقى معايا واي باور نيجاتيف 3 بيساوي 3 على اكس باور 2. فالواي باور 4 على واي باور 4 هيروحوا مع بعض. بس تاني خطوة بعملها ان انا الزد هتساوي الواي باور 1 ماينس ال n اللي هو 1 ماينس ال n عندي هنا 4 تبقى 1 ماينس ال 4. فالزد عندي سوري لا تحت هنا. فالزد عندي هتساوي واي باور نيجاتيف 3. نعمل ديريفيتيف من الناحيتين هيبقى معايا دي زد على دي اكس بتساوي نيجاتيف 3 واي باور هنقص من الباور واحد بقى معايا نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 ماينس 1 بنيجاتيف 4 في دي واي على الدي اكس عشان انا بعمل بالنسبة للاكس. بس انا عايز اخلي الدي واي دي اكس لوحدها تبقى قيمة دي واي دي اكس نفسها دي واي على دي اكس بتساوي واحد على نيجاتيف 3 واحد على نيجاتيف 3 واي باور نيجاتيف 4 في الدي زد على الدي اكس. هرجع اعوض دي ودي في المسألة. واي باور نيجاتيف 3 عندي اهي فدي هتبقى بزد والدي واي على الدي اكس غير قيمتها هيبقى معايا في الاخر واحد على واي واي باور 4 دي واي على دي اكس بتساوي واحد على نيجاتيف 3 واي باور نيجاتيف 4 في دي زد على دي اكس ماينس 2 على 3 واي باور نيجاتيف 3 اللي هي عندي الزد 2 على اكس سوري 2 على 3 2 على اكس سوري 2 على اكس في الزد بتساوي 3 على اكس باور 2. تعال نظبط المسألة بتاعتنا. عندي واحد على واي باور 4 في واحد على نيجاتيف 3 واي باور نيجاتيف 4 هيبقى معايا واحد على نيجاتيف 3 دي زد على دي اكس ناقص 2 على اكس في الزد بيساوي 3
over x باور 2. هضرب في النيجاتيف 3 علشان اشيل نيجاتيف 3 دي، بطلع نيجاتيف 3، فيبقى معايا دي زد على دي اكس نيجاتيف 3 في 2 على اكس في نيجاتيف 2 على اكس تبقى بوزيتيف 2 في 3 6 على اكس زد بتساوي نيجاتيف 3 في 3 بنيجاتيف 9 على اكس سكوير. بس المسألة عندي بقت لينير، هحلها عادي. قلنا هيبقى معايا، هجيب أول حاجة الميو بتساوي e باور انتجريشن البي اكس اللي هي 6 على اكس دي اكس. الانتجريشن بتاعها هيبقى الميو بتساوي e باور لين 6 لين الاكس، 6 هتطلع فوق لباور الاكس، الاي هتروح مع اللين، هيبقى لي ان الميو بيساوي اكس باور 6. اجيب الواي اللي هي الزد عشان نتكلم بقيمة الزد مش بقيمة الواي، هتبقى الزد بتساوي 1 على ميو 1 على اكس باور 6 في انتجريشن الميو اللي هو اكس باور 6 في الكيو اكس اللي هي قيمتها عندي نيجاتيف 9 على اكس باور 2 في نيجاتيف 9 على اكس باور 2 دي اكس بلس السي. ظبط دي يبقى معايا الزد بيساوي 1 على اكس باور 6 في انتجريشن اكس باور 6 في نيجاتيف 9 على اكس باور 2 هيبقى معايا اكس باور 4 نيجاتيف 9 اكس باور 4 دي اكس بلس السي. هعملها انتجريشن بالنسبة للاكس، فيبقى معايا الزد بيساوي 1 على اكس باور 6 في نيجاتيف 9 اكس باور 4 هيبقى معايا نيجاتيف 9 اكس باور 5 over ال5 سوري over 5 بلس السي. بس هدخل 1 على اكس باور 6 جوه، والزد هرجعها لقيمتها اللي هي واي باور نيجاتيف 3، فبقى معايا واي باور نيجاتيف 3 بتساوي 1 على اكس لما ادخلها جوه 1 على اكس في اكس باور 5 على 5، فبقى معايا نيجاتيف 9 على ال5 في اكس بس 1 على اكس باور 6 في السي. وهنا تكون مسألتي خلصت.